التتش والونش وقفشة، أسماء غريبة للاعبين الكورة في مصر. يا ترى إيه الحكاية؟ من بيبو والتتش واستاكوزا وكفتة وبندق وعفروتو لقفشة وكهربا وبازوكا وجنش. يا ترى ليه لاعبين الكورة أسمائهم ما بين كوكا وقفشة وكهربا وبيكهام وتريزيجيه والونش والتتش وكتير من الأسماء اللي على نفس التيمة؟ يا ترى دي موضة جديدة ولا دي حكاية موجودة في الملاعب من زمان؟ تعالوا بينا نعرف الحكاية. الظاهرة دي بدأت تبان مع لاعب قديم في نادي الأهلي اسمه بدر رجب، وده كان بيدرب الناشئين وقرر إنه هيطلع الألقاب على الناس اللي معاه، وقال أنا لما كنت بدرب كنت بحب أطلع عليهم أسماء معينة عشان يبقوا نجوم عالميين وحفزهم يكونوا أحسن عن طريق إني أطلع عليهم أسماء نجوم، وكان بيحط الألقاب دي بناء على الشبه في الشكل والمهارة الكروية. وكان بيقول لكريم وليد نيدفيد لأنه شبه تشيكي بافل نيدفيد نجم يوفنتوس الإيطالي السابق، ومحمود حسن شبيه تريزيجيه نجم المنتخب الفرنسي السابق. وقبل ما يوصل تريزيجيه للدوري الإنجليزي قال كنت عاوز أحلق شعري وأسجل بالراس زي تريزيجيه صاحب الهدف الذهبي في منتخب فرنسا لسنة 2000. وكان مش بس بيحط لهم أسماء نجوم، لا كان في أسماء غريبة زي الجناح الدولي للأهلي محمود عبد المنعم كهربا. ولما اتسأل هو ليه اتسمى بالاسم ده قال إنه كان طفل شقي قوي وكان بيتحرك كتير سواء في الملعب أو برا الملعب كأنه متكهرب، ومن وقتها قرر رجب يطلع عليه اسم كهربا، وفضل الاسم معاه من وقتها ولحد دلوقتي. لكن زي ما رجب شايف إن ده بيساعد اللعيبة يثقوا في نفسهم أكتر، فرامي بركات المعد الذهبي لمنتخب مصر شايف إن ده مش بيفيدهم في أي حاجة غير إنه بيخليهم كده مغرورين، وقال أنا مش بحب أدي ألقاب للاعبين الصغيرين عشان ما يفتكروش إنهم كده وصلوا لهدفهم من غير مجهود وهم لسه ما عملوش أي حاجة، لكن المفروض يحسوا إن زيهم زي أي حد عشان يحاولوا يوصلوا لهدفهم ويكونوا عملوا مجهود علشانه. موجود في الأهلي دلوقتي قلب الدفاع أحمد رمضان بيكهام، وده اسمه على اسم اللاعب الدولي الإنجليزي ديفيد. الموضوع ما طلعش موضة جديدة، لا ده طلع من زمان في أسماء لعيبة كبار زي كابتن محمود الخطيب اللي كان اسمه بيبو، وأسماء تانية كتير زي استاكوزا وكفتة وبندق وعفروتو وصاروخ وغيرهم كتير. إنما بالنسبة للاعيبة الزمالك فعندنا الكابتن محمود عبد الرازق اللي هو شيكابالا واللي أخد الاسم من أخوه عبد الباسط لاعب أسوان السابق، ويوسف إبراهيم أوباما واللي اتسمى على اسم رئيس أمريكا السابق أوباما، وقال إنه أول ما طلع في فريق الناشئين صاحبه قال له أنت شبه أوباما، ومن ساعتها وهم مطلعين عليه اللقب ده. إنما كابتن محمود حمدي الونش فحكى وقال زميلي صلاح أمين هو اللي سماني الاسم ده بسبب طريقة لعبي بقوة زي الونش. وأحمد حسن كوكا قال إن السبب في الاسم ده إنه كان بيكرر كلمة كوكا وهو صغير، وده كان بيخلي إخواته وأصحابه بيتريقوا عليه، والاسم ده فضل معاه لحد ما دخل مجال الكورة ومش عارف يتخلص منه. دول غير بازوكا وجنش والفيل لاعب أسوان وجبنة ودونجا لاعب الإسماعيلي ودابو في فريق سيراميكا كيلوباترا. لكن بقى مجدي قفشة ده حكايته حكاية ومختلف عنهم كلهم. ده بقى اكتسب الاسم الغريب ده لما كان بيساعد والدته في محل صغير بتاع فراخ في القرية عندهم، وكان بيحاول يمسكها قبل ما تتذبح أو يقفش الفرخة، وعشان كده سموه قفشة. وخلاص هو اتأقلم على الاسم ده وبقى بيحبه زيهم كلهم. بمسك الفراخ ودايما بمسك الكوره دايما. ايوه اتقال عليك قفشه من ايه؟ من وانت صغير كده؟ من وانا صغير، ده من زمان جدا. من قبل ما تلعب كوره يعني. طبعا من وانا عندي انت بتقفش. من وانا عندي 7 سنين تقفش الفراخ يعني قبل ما اروح انبي كمان. اتعودوا على اسمائهم وبقوا مش بس بيتنادوا بيها في الملعب، لا كمان مع اصحابهم وفي الشارع وحتى في اللقاءات، والناس بدأت تنسى اساميهم الحقيقية. شاركونا في التعليقات واحكوا لنا عن اسماء اللعيبة الغريبة اللي سمعتوها في مصر من زمان. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.